مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. وحشتوني كتير جدا جدا جدا. النهاردة انا جايالكم بفيديو جديد ومختلف في مرسى مطروح وشاطئ البوسفور. بس اللي لسه اول مرة يشوف قناتي ما تنسوش الاشتراك تحت وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايك على السريع عشان نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. شاطئ البوسفور ده بقى هتلاقوه في طريق حمام كيلوباترا على نفس الصف. بيختلف بقى عن اي شاطئ تاني، روعة وجمال مية بتاعت مرسى مطروح. وهتشوفوا دلوقتي حالا جمال الشاطئ بالمية الجميلة المتدرجة. بصراحة عجبني جدا، وهو شاطئ يعتبر يعني جديد وفي نفس الوقت حلو جدا. تذكرة الدخول بتبقى ب75 جنيه للفرد، وزي ما انتوا شايفين الشماسي معمولة بطريقة روعة. يعني بصوا الشماسي اصلا ملونة، وهتلاقوا الشمسية كبيرة ومقضية عدد كبير جدا تحتها. بصراحة جميل. والناس هناك معاملتها لطيفة جدا، وكمان في عرض حلو جدا 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 بيعملوه. هتلاقوا جنبها طبعا الاكوا اللي هي واوا لاند، اكلمكم عنها في فيديو منفصل عشان اوريكم الجمال والروعة بتاعت الاكوا دي للكبار والصغيرين. بصوا اول ما تدخلوا اصلا الشاطئ هتحسوا كده بهدوء وروعة المكان، وان انتوا مش عايزين تسيبوا المكان اصلا. والشاطئ عبارة عن شماسي زي ما انتوا شايفين وكراسي، والشماسي كمان مع البحر مدية تناسق في الالوان جميل جدا جدا. وهتلاقوا مراجيح جوه المية. ايوه في مراجيح جوه المية يا جماعة، وانا هوريكم كمان المراجيح دي ازاي يعني. وهتلاقوا فيه بنانة، وهتلاقوا فيه كمان التيوب، وهتلاقوا فيه العاب مائية كتير. هقول لكم برضو تفاصيل البنانة. هو كانت الربع ساعة عاملة يعني حوالي 4 أفراد ب100 جنيه، والتيوبة برضو حوالي نص ساعة أو ربع ساعة ب70 جنيه. فبصراحة حلوة جدا، هتستمتعوا يعني هتستمتعوا. البحر بقى هنا هادي وصافي. الناس اللي بتحب الروقان والقعدة والاستجمام هتفرحوا جدا 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 بالبحر ده. وهتلاقوا فيه مراجيح جوه المية. يعني انا هقرب لكم الصورة، مراجيح للاطفال وانا اتزحلقت عليها. يعني انا طبعا من ضمن الاطفال يعني يا جماعة، مش هحرم نفسي من حاجة يعني. وفي كمان مراجيح بره المية اللي هي بتاعت عيش العصفورة، تقدروا تتمرجحوا عليها، والمرجيحة العادية للكبار والصغيرين. يعني ما فيش روقان احسن من كده. وهتلاقوا كمان في خدمة مشروبات ومأكولات لو انتوا عايزين تشربوا او تاكلوا حاجة. هتلاقوا في كافيتيريا هناك. ده بصراحة ده خطير جدا جدا. في اماكن تانية تقدروا ان انتوا تقعدوا فيها على البحر، بس لو انتوا مش عايزين تقعدوا على الكراسي والشماسي، في اماكن كده مخصصة تبقى عاملة زي ستارة كده ومكان مخصص ليكي. لو حابة ان انتي تقعدي بقى في مكان كده وحدك، وبرضو اصحاب الروقان واللي هما مش بيحبوا يبقى فيه دوشة حواليهم او كده. بس بصراحة الشاطئ مش زحمة خالص. جميل وسعره مناسب جدا، مش غالي زي شواطئ تانية. تقدروا ان انتوا تجيبوا اليوم كله. بيفتحوا من الساعة 9 الصبح لغاية 7 بالليل او 9 بالليل. تقدروا ان انتوا تستمتعوا كمان بالشاطئ والاكوا. وده اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو الجاي، ان انتوا ازاي تستمتعوا وتاخدوا عرض حلو جدا
الشاطئ والاكوا مع بعض، وان انتوا تبقوا يعني مبسوطين طول اليوم ان انتوا تروحوا من الاكوا على الشاطئ ومن الشاطئ للاكوا زي ما انتوا عايزين بنفس التذكرة. بس هقول لكم على التفاصيل في الفيديو الجاي. اهم حاجة في الفيديو ده ان انتوا تبصوا على روقان الشاطئ ده وجماله. صراحة انا استمتعت، الناس هناك متعاونة زي ما قلت لكم، القعدة نفسها لطيفة جدا، تقدروا تقعدوا اليوم كله. وزي ما قلت لكم لو حتى مش حابين ان انتوا تدخلوا الاكوا، تقدروا تكملوا اليوم كله على الشاطئ بنفس التيكت، مش هيطلبوا منكم تيكت تانية خالص. والمراجيح زي ما انتم شايفين الحاجات اللي في المية دي تبقى فور فري، يعني مجاني خالص، ما فيهاش اي اسعار، هي بس عشان تفسحوا الاطفال وانتوا تفسحوا الاطفال اللي جواكم. هتحسوا بفرح بصراحة. آه نيجي بقى في لسان جوه الشاطئ ده برضو تقدروا تتمشوا عليه وتستمتعوا برضو بجمال المية. الشاطئ حلو ومش زحمة زي ما قلت لكم، لذيذ، تقدروا ان انتوا مش تقعدوا اليوم كله. ممكن لو مش حابين ان انتوا تطلبوا برضو اي اكل او شرب عادي جدا، تقعدوا بس على الشاطئ معاكوا اكلكم وشربكم عادي هيدخلوكوا بيه، مش مثلا لازم تطلبوا من الكافيتيريا، عادي تقعدوا على الشاطئ من غير اي ما حد يضايقكم ولا يقولكوا لازم تطلبوا حاجة، بالعكس. بس فكل ده تفاصيل عن الشاطئ وجماله. في اماكن تغيير ملابس، غير اماكن كمان اللي هي الحمامات او WC، تقدروا ان انتوا برضو تغيروا ملابسكم عادي جدا. والاماكن برضو نظيفة. يعني بصراحة هو الشاطئ لسه جديد، وهو على يعتبر قرية او هقول لكم على اسمها برضو، اسمها ايجل. دي برضو تقريبا برضو بيحجزوا عن طريقها، وممكن تستخدموا شاطئ البوسفور لو يعني يبقى شاطئ خاص برضو ليكو. بس انا مش عارفة بصراحة التفاصيل بتاعة القرية اللي هي قدام شاطئ البوسفور والاكوا بارك اللي هي واوالاند. الواوالاند بصراحة جميلة برضو، هقول لكم كل التفاصيل عنها في فيديو منفصل زي ما قلت لكم. غالبا هينزل بعد الفيديو ده، لاني بصراحة متحمسة جدا جدا، واول مرة الاقي شاطئ مختلف اروحه في مطروح. استمتعت بصراحة بالسفرية دي، عملت فيها حاجات مختلفة وحاجات جميلة، وحبيت ان انا اشاركها معاكم واقول لكم كل التفاصيل عنها. لاني بصراحة لما بروح مكان جديد ببقى نفسي يعني اعرف الناس كلها عن المكان ده، واحببهم فيه زي ما انا حبيته بالظبط، وانقله بكل تفاصيله اللي انا روحتها. فقولوا لي بقى تحت في الكومنتات عجبكم الشاطئ ولا لا، وناويين تروحوا ان شاء الله. لو رحتوا مطروح قولوا لي كمان ان انتوا هتروحوه، لانه بصراحة حلو جدا. هو مش بعيد خالص عن حمام كليوباترا، على نفس الصف بتاعه، يعني تقدروا لو حابين تروحوا حمام كليوباترا الصبح وتكملوا بقية اليوم على الشاطئ، تقدروا تعملوا كده بكل اريحية، وبكل كمان ان انتوا تستمتعوا بالشاطئين. حمام كليوباترا برضو لذيذ، ونزلته لكم مرة قبل كده وهنزله لكم تاني، يعني هتشوفوه بعد الفيديو ده لو حابين تشوفوه، لان بصراحة برضو في تجديدات كانت حلوة جدا. وانا ما نزلتش بقى الممشى الزجاجي بتاع حمام كليوباترا، فبرضو تابعوني هنزله السنة دي اخيرا لحقته. فانا بصراحة مبسوطة جدا بالجولة بتاعتي، ومبسوطة جدا ان انا شفت حاجات جديدة، وهنقلها لكم برضو، لاني بصراحة مطروح يعني جميلة وتقدروا تستمتعوا بيها، وهي تعتبر مالديف مصر
بجد والله. يعني اي حد نفسه في صفاء ذهن وجمال كده وراحة بال يروح مطروح، ويروح كمان الشواطئ اللي هي جديدة. يعني مش لازم تكرروا نفسكم، يعني كل سنة تروحوا أماكن مختلفة. وهنا أنا بصور لكم من فوق في الأكوا طبعا، بصور لكم الشاطئ اللي هو البسفور، وكمان الأكوا اللي هو واوا لاند. والبعيد ده هو ده الفندق أو القرية اللي هي إيجل اللي بتبص على الواوا لاند. وهنا من فوق الاكوا بارك الجامدة جدا جدا، واللي انا مش هحرق لكم بقى التفاصيل كلها. تابعوني وعايزة اشوقكم كده، وقولوا لي بقى تحت في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه في مطروح. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والشير كتير جدا جدا. وما استنوني بقى في الجولة بتاعت الأكوا بارك الجامدة جدا جدا اللي هي الواوا لاند. وباي باي.